هتفرق في ايه لو في الفا او لا في التعامل معاهم؟ يعني اقصد ليه الناس بتتخانق على المعلومه او نفيها؟ معنى اخر، هيفرق معايا في ايه لو مفيش الفا؟ خليني الاول اقولك انه مفيش خناقه ابدا، لانه في طرف بيقولك انه مفيش الفا وكلامه علمي مبني على ابحاث منشوره من جامعات زي كورنيل، دوك، يو سي ديفيس، كامبريدج، يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا وجامعات تانية كتير، ومعتمد كمان على بيان رسمي صادر من الجمعية الأمريكية لسلوك الحيوان واللي انشئت في نهاية السبعينات في القرن الماضي، واللي بتضم أفضل خبراء سلوك الحيوان وتحديدا الكلاب في العالم كله. وفي البيان الرسمي بتاعهم قالوا إنه مفيش حاجة اسمها ألفا في الكلاب، مفيش كلاب بتحاول تسيطر عليك، وإن السيطرة مش تفسير علمي لأي سلوك. وكمان بيحذروا كل الأطباء البيطريين من التعامل مع أي مدرب بيعتمد نظرية السيطرة في طريقة تدريب. أما في الطرف التاني فأنت عندك حكاوي وحدوتة مدرب قال وواحد شاف ده بعينه، وناس بتقولك ما هو كلب صاحبي كان بيعمل كده. نفس المصادر بتاعة المعلومة اللي قالت إن الصرع مس شيطاني وإن الأرض مسطحة. كل ده بيفرق إيه في التعامل مع كلبك؟ خليني أقولك، اللي بيتبعوا خرافة الألفا بيخلوا أي تعامل بينك وبين كلبك عبارة عن خناقة على السلطة والسيطرة. فبالتالي لو كلبك كان بينبح عليكي أو كان بيحاول ينط أو كان بيحاول ياخد حاجة، هم بيشوفوها إن هو بيحاول يفرض سيطرته ويوريكي مين الزعيم في المنطقة. في الفيديو ده ماكس كلب جولدن جميل جدا. مين اللي لعب في حواجبك كده؟ مين اللي عمل الحواجب؟ مين اللي عمل لك حواجب؟ ها؟ مين اللي عمل لك حواجب؟ انا سايبك المره اللي فاتت من غير حواجب، صح؟ بس كان عنده مشكلتين كبار، لو حد قرب من اكله او لعبته بيزوم ويهوهو ويحاول يعض، وكان عنده نباح هستيري على اي حاجه. وناس جربت عليه الألفا والسيطرة وشافوه قليل الأدب وقالوا لازم يتكهرب ويتشد عشان يعرف مقامه، لأن الألفا تخليكي تشوفي أي تعامل مع الكلب بتاعك على إنه خناقة على مين الزعيم في البيت. وطبعا دي مش الحقيقة واللي حصل. ولما اشتغلنا بعلم ورحمة مع ماكس فهمنا سلوكه وفهمنا هو كان بيعمل كده ليه. فهمنا ان هو كان بيشوف الناس اللي حواليه مصادر تهديد على الاكل وعلى اللعب بتاعته. وبعد كده لما اشتغلنا معاه وفهمناه العكس بقيت بلعب معاه عادي، احط ايدي في الاكل بتاعه من غير ما يزوم ولا يعمل اي حاجة، وفي عز ما اللعبة في بقه جود بوي ليف ات يس جود بوي نكمل لعبة تاني بثقة وأمان. ماكس ما كانش بيحاول يسيطر، ماكس كان خايف وكان محتاج طريقة يفهم بيها العالم حواليه، وبدل ما نستخدم الجهل بتاع الألفا ونحاول نكسره اخترنا نفهمه. يا هبة، هيفرق جدا انك تعرفي ان مفيش ألفا، يفرق جدا انك تعرفي ان كلبك مش بيحاول يتحداكي على اي حاجة ولا عنده خطط شريرة للسيطرة عليكي وعلى البيت. هيفرق جدا لما تعرفي كلبك بيفكر ازاي بجد وتتعاملي معاه صح. هيفرق جدا انك بدل ما تكسري ثقته تبني معاه علاقة تستمر العمر كله. كلبك مش محتاج حد يسيطر عليه ولا هو عاوز يسيطر على حد، قلبك محتاج حد يفهمه ويطمنه. الألفا بتخليكي تشوفي الكلب بتاعك عدو وكل تفاعل بينك وبينه هو عبارة عن خناقة، إنما الحقيقة إن كلبك صديق وتفهميه الدنيا حواليه.